أن أول من أسلم امرأة، وأول من استشهد امرأة. والإسلام جعل للإناث شأنا عظيما، فجاء في بعض الأخبار أن الجنة تحت أقدام الأم، يستأنس في هذا في الفضيلة، وأن البنية تحجب النار عن والديها، وأن الزوجة تكمل نصف الدين، بل إن كمال علاقة الرجل بربه لا يكون إلا بالأنثى. حتى لما كان حبيبنا النبي يتعب من دعوته كان يروح عند خديجة: دثريني أول يوم في الرسالة، زمليني. كانت فزعته، عكازه، سنده امرأة. مش عيب، لا، بل إن هذا أصل الإسلام. من وين شربت يا عائشة؟ من أين شربتي حتى أضع فمي في نفس المكان؟ يمكن ما كان عطشان، لكنه أراد أن يسقي أنوثتها.